السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في سعادة يا رب. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب. انا قاعدة دلوقتي الساعة 2 بالليل، قلت انا زهقانة مش عارفة اعمل ايه، فقلت اما اقوم اصور لكم فيديو اعمل طريقة الجلاش والكنافة بالطريقة بتاعتي اللي انا بحبها وبعشقها. جميلة جدا وبتبقى قليلة سكر للناس اللي عندها سكر والناس التعبانة او الناس اللي خايفة من السمنة. دي طريقة سهلة جدا ومش وما بتخنش. وسكرها قليل. انا بجيب الجلاش قطعته، فرفضته كده وقطعته وعملته من بعضه، وجبت شوية كنافة كانوا عندي في الفريزر، فركتهم وحطيت عليهم معلقة السمنة. معلقة السمنة بتاعة الوصفة دي لازم تبقى سخنة، لازم تبقى سخنة على الكنافة، تمام زي ما انتوا شفتوا كده. وبحط عليها معلقة جوزة الهند ومعلقة سكر، وبقلبها. دي جوزة الهند ديت وبقلبها وبحط عليها معلقة سكر، تمام. وبقلبها ليه بقى؟ عشان بتدي طعم حلو وريحة حلوة وبتديها صفار حلو كده. لما بحمصها بحط بقى الجلاش في قلب الصاجة بتاعتي وبفرفطه كده من بعضه وبفككه من بعضه زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة في التعليقات والكلمة الحلوة والاشتراك والتعليق والتعليق واللايك، تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين احط الكنافه اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين كده على الجلاش، وتنين اقلب فيهم لما السمنه يشربوا السمنه، هما الاتنين يبقوا هما الاتنين شبعانين سمنه، تمام. وبعد كده بفردهم في الصاج وبروح جايه حطهم في الفرن، تمام. وكل شويه بقلب فيهم. دلوقتي هتشوفوا انا دخلتهم حطيتهم في الفرن وقلت بقى ايه اعمل الكريمه. ماشي. 3 معالق كريم شانتيه وحطيت عليهم كوبايه لبن ساقعه وضربتهم زي ما انتم شايفين كده وعملت الكريمه. بقلب الجلاش، طلعته اهوت من الفرن وبقلبه وهحطه تاني. هو بيتقلب حوالي، بيتحط في الفرن حوالي 3 مرات، بيتقلب 3 مرات، تمام، على ما يديكي الشكل اللي هتشوفوه ده، تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للايه، للقشطه اللي انا بحطها في الوصفه دي. بجيب معلقتين كريمه وبجيب معلقتين بودره كاستر، اللهم صل على النبي، ومعلقتين سكر بس، وكيس فانيليا. هي دي القشطه بتاعتي، بتبقى طعمها حلو قوي وريحتها كمان تحفه بامانه، تمام. بتنيني احطها مع اللبن، كوبايتين 2 لبن، وتنيني اقلب فيها لحد ما القوام يتقل معايا زي ما انتوا هتشوفوا كده. وتديني القوام اللي انا عايزاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاكل طريقه الكنافه بالجلاش بالطريقه دي هتعجبكم قوي، حلوه قوي قوي قوي، وفي التقديم تحفه. وخلي بالكم في حاجه هتحصل قدام في الفيديو، ما تتريقوش عليا بالله عليكم، انا بحب اتصرف. حد يقول لي ايه اللي انت عملت ده يا منى، اقول لكم امال هقف؟ لا لازم اكمل، تمام. فزي ما انتوا شايفين كده بقلب بتنين اقلب، ما اشيلش ايدي، عشان تبقوا فاهمين ان انت لو شلت ايديكي دقيقة القشطة هتكلكع منك ومش هتبقى حلوة، مش هتديكي الانسيابية اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك في حضراتكم يا رب ويسعدكم ويهنيكم ويهنيكم بولادكم يا رب. فانا جبت بقى الاطباق بتاعه التقديم، طبعا طلعته من النيش عشان خاطركم، انا بطلع كل حاجه من النيش. فده الجلاش والكنافه بعد ما استووا بروح جايه رصهم في موزعهم في الاطباق زي ما انتم شايفين كده، تمام. وبعد كده زي ما انتم شايفين انا بفرد الجلاش وما بضغطش عليه. ليه؟ لانه هو لما بتحط عليه القشطه بيطرى، تمام. فعشان ما يبقاش مبطط كده وهبطان، لا يبقى هايش وحلو، ما تضغطوش عليه خالص، تمام. زي ما انتم شايفين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الشكل تحفه بامانه، والله العظيم، وطعمها كان حلو قوي، جربوها وهتدعوا لي، تمام. بحط بقى القشره زي ما انتم شايفين كده. بحط معلقتين على كل طاجن تقديم، وبحطه بظبطه كده وبفرده بقى بالطريقه زي ما انتم شايفينها كده. الطريقه دي برضو ممكن تتعمل ماشي، بس بتخلوا القشره سايبه شويه تحطها في الفرن، تمام، بتديكوا طعم ام علي كده، تمام. انا بقى بحط بقيه الجلاش فوق بالكنافه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا لحد دلوقتي زي ما انتم شايفين كل الشغل اللي انتم شايفينه ده عليه معلقتين 2 سكر بس،
لا 4 معالق سكر، معلقتين في الكريمه، في القشطه، ومعلقتين على الكنافه والجلاش. طبعا فاضل عندي كميه، فرحت حطاها جايه حطاها في البوله دي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا لقيت القشطه مش كتير، ورحت مقلباها في الطبقه التحتانيه، ورحت حاطه الطبقه اللي فوق كده بالطريقه دي كده يا جماعه. انا عندي هنا شربات، دايما ببقى عاينه شربات عاملاه وحاطاه في التلاجة. طبعا الشربات اللي انا عاملاه ده سايب، ما بيبقاش ماسك ليه، علشان اللهم صل على رسول الله، الجلاش بارد والكنافه بارده، يعني مش هيطروا. تمام، فلازم يبقى الايه الشربات بتاعها سايب شويه. بحط الشربات زي ما انتم شايفين، معلقتين على كل طبق تقديم زي ما انتم شايفين كده. انا مش عايزاها تبقى مسكره، انا مش انا عايزه الحاجه دي ما تبقاش مسكره، اكل منها ما ابقاش خايفه بقى من التخن والكلام ده. نيجي بقى عند الحته اللي هتتريقوا عليا واللي هيتريق عليا، يا رب لو حتى اتريقت عليا جوزها يتجوز عليها. تمام، زي ما انتم شايفين بحط الكريمه. طبعا الكيس الكريمه اتخرم مني، اسكت ما ينفعش، لازم اتصرف. فروحت لازقاه ببلاستر بلاستر من بتاع الكهرباء، اللي هو بتاع سوق الكهرباء، هتشوفوه دلوقتي. منظر حلو قوي يعني. لازم اتصرف، بس الساعه كانت 2 بالليل، اروح اجيب منين قمع كريمه، اجيبه منين؟ فقلت لازم اتصرف، فرحت جايه مفضيه ورحت لازقاه ورحت مكمله زي ما انتم شايفين. وعملت الكريمه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدة رسول، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت حلوه قوي. بالله عليكم محدش يتريق عليا، محدش يقول ايه اللي هتتريق عليا يا رب جوزها يتجوز عليها. زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سيبوكم من اي حاجه، بس البتاعه دي تحفه، جربوها وطعمها حلو قوي. عندي شوكولاته كده زينتها بالشوكولاته زي ما انتم شايفين. كان المنظر حلو والطعم احلى بصراحه يعني. بصراحه لا، انا هكررها تاني وهعملها تاني، يعني هبتكر فيها حاجات تانية ان شاء الله باذن الله. وانتظروني في كل ما هو جديد. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما تنسونيش في الكلمة الطيبة واللايك والشير والكومنت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.